السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل أشياء كثيرة لأنها من الفواسق وفيها ضرر كبير على الإنسان يقع عليه منها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حتى ولو كان الإنسان محرما يقوم بالحج أو العمرة، وذلك لأهمية قتله. فالمسلم لا يحق له إهراق الدم لما يحل أكله وهو محرم، فلا يقتل شيئا أبدا، ولكن هذه الفواسق يقتلها فلا إثم عليه. واكتشف العلم الحديث أن هذه الأشياء فيها ضرر كبير على الإنسان وتعرضنا للأصابة بأمراض كثيرة، منها الأمراض الفيروسية والبكتيريا والطفيليات وغيرها من الأمراض التي تنتقل إلينا من خلال هذه المخلوقات. فعلينا بقتل هذه المخلوقات لكي نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي ينجينا الله تعالى من هذه الأمراض الخطيرة. وهذه المخلوقات هي الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة، فهذه كلها فيها خطر كبير على الإنسان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. كل هذا يؤكد ضرورة قتل هذه المخلوقات.